بصي بتقولي لي الصراحه انا اخدت منك باروكه طلعت زي الزفت، لما بلغتك ما ردتيش اصلا، بجد ندمت اني اشتريتها منك ومش مسامحه في فلوسها. بصي انت عندك حاجه من الاتنين، تمام؟ آه، يا اما انت ما اشتريتيش من مارو، يعني من مارو نفسها هي اللي في الظاهر او مصر الجديده، وانت معتقده ان هي مارو، اللي الفاتوره اللي اسمها ايه، الكرتونه بتاعتها اللون ده البينك ده ومكتوب عليها مارو، ده انا ماليش علاقه بيه. لكن ممكن تكوني اشتريتيها من عندي، انا مش هقول لك لا، بس الباروكه اللي عندنا مش زي الزفت ولا حاجه. احنا الباريك اللي عندنا غسيل ومكوى، تعالي جربيها عندنا مليون مره بالمكوى ودوسي عليها وقيسي زي ما احنا بنقول. ممكن تكوني انت ما عرفتيش تستخدميها، لكن انا قلتيلي وانا ما ردتش عليكي، اهي دي بقى اللي استحاله خالص. يعني دي من ايه، من عجائب الدنيا السبعه، انك تردي عليا تقولي لي ان الباروكه فيها مشكله وانا ما ردش عليكي. يا اما اكلمك ونرسف يعني اكلمك، ممكن تكوني بعد ما كلمتك وخلصنا كلام انت ما اقتنعتيش بكلامي، اه تمام، ممكن اكون عملت كده. يعني مش شرط ان انا اكون نفذت لك اللي انت عايزاه علشان خاطر ما تكتبيش البوست ده او الكومنت ده. ممكن، وارد في المية، مش هقول لك لا، لكن انا ما ردتش عليكي اصلا استحاله. دي من عجائب الدنيا السبعه. لما بيبقى في مشكله حتى لو الاستاف موجود احنا هنبلغ مدام مارو. لو انت مثلا كلمتي على الواتس، في بقى رقم احنا بنديهولك على الفاتوره او على الكرتونه، لو انت شاريه من عندي انا في 3 ارقام على الكرتونه غير الرقم اللي بقوله هنا خالص، ده بقى انا اللي برد عليه. فاستحاله بقى تكوني انت رنيتي عليا او كلمتيني واتساب وانا ما ردتش عليكي. ده انا من كتر الرسائل اللي عندي حطيت رقم تاني عشان اقول لهم ان طريقه الاعتناء بالباروكه خليكم في الرقم التاني اسهل لي، لان انا كان عندي ضغط رسائل كتير وانا مش عارفه اقول لكم كلكم ازاي تعتنوا بالباري. ما هو اللي بيطلب اوردر او بيشتري اوردر بيبعت لي انا على طول، فضغط الرسائل عندي كتير على ماسنجر بقى، على يوتيوب، على اي ابلكيشن، كله بيصب عندي انا عشان يقول طريقه العنايه ازاي، مع ان انت ممكن تاخديها من على الصفحه عادي. يعني ال3 فيديوهات بتوع العنايه موجودين على الصفحه، ممكن انت تاخديهم عادي وتدوري عليهم انت بنفسك، يعني مش لازم تتعبيني، بس انا عشان ما تعبكيش فعملت ايه، فانا ببعتهم لك برايفت. لكن وارد انك انت بالنسبه لك الباروكه اللي خدتيها من عندي تكون مش لايقه عليكي، تكون فيها مشكله بالنسبه لك. يعني انا بيجي لي، مش هقول لك لا، بيجي لي تليفونات كتير، يا مره انا خدت من عندك باروكه النهارده وروحت البيت جوزي قال لي ان هي مش لايقه عليا. انا مالي؟ عشان خاطر جوزي هيطلقني، انا مالي؟ ما انتي لابساها وعامله له فيها مفاجاه، يعني لبستيها وحطيتي برفانك وحطيتي شكلك واول ما جوزك جه قال لك لا وحشه، هترجعها لي انا ليه؟ انا مالي؟ صاحبتك قالت لك لا مش لايقه عليكي، طب ما كنتي جبتي صاحبتك معاكي ولا كنتي جبتي جوزك معاكي؟ انا مش هشيل اسمها ايه، اختيار حد. انا بقول لكم ايه يا جماعه، اختاري مره واثنين وثلاثه. اي اوردر ببعته واتساب بكتب لك على الواتساب الاوردر بيسلم مقفول، مفيش تبديل مفيش ترجيع. انت ارتضيتي بالمبدا ده يبقى انا ما عنديش مشكله خالص، ويا حسبنا الله ونعم الوكيل فيا لو انا ما كنتش قايله لك الكلمه دي. لكن ما تبقيش انت موافقه على كل حاجه وحد تاني يقول لك لا فيها مش لايقه عليكي. ممكن تكون هي اصلا منافسنا منك تقول لك اللون مش لابق عليكي قوي، مش حلو، لا لا، حاساكي لا باينه فيك، تاخدي مثلا باروكه مثلا 750 وتلبسيها مثلا غلط مثلا، يعني اهي ايه ده دي باينه انها باروكه، طب ما هي لازم تبين انها باروكه، يعني اعدليها البسيها بطريقه معينه، ظبطيها. ما انا على طول بلبس ام 750 جنيه، يعني انا كمارو صاحبه المحل، صاحبه الفرعين مش المحل الواحد بس، على طول بلبس ام 750 جنيه من ايام ما كانت ب 350 جنيه، بعرف البسها وكلكم عارفين ان انا بعرف البسها كويس، وبقول لكم بنلبسها ازاي وبعتلك بنلبسها ازاي. انت بقى بتكسلي مثلا تعملي، انا مش بتكلم عليكي انت شخصيا، انا بتكلم بما ان انت فتحتي الموضوع ده فانا بقول للكل. في واحده كمان رد عليكي، انا ما وانا كمان واخده 2، طب ما انت واخده 2 لما الاولى طلعت وحشه خدتي الثانيه ليه؟ ده انا برد على اللي ردت عليكي. مش شرط ان 100% يكون عاجبهم المنتج بتاعي، انا كده ابقى كامله ومفيش حد كامل. لازم 70% حلوين و30% لا وحشين، وانا اقبل النقد بتاعهم ده. مش شرط ان كل المنتجات اللي عندي تليق على كل الناس، لا، ممكن تليق على 70% من الناس و30% لا. بس ال 30% دول انا مش مجبره ان انا ارجع لهم البواريك خالص. ليه؟ عشان ال 70% التانيين
ما يتضايقوش لو مسكوا باروكه مثلا من عندي لقوها خشنه، ولا لقوها بايظه، ولا ريحتها سجاير، ولا ريحتها برفان، ولا الكلام ده. ف انت مش حابه الاونلاين، انا ليا فرعين، واحد في مصر الجديده وواحد في وسط البلد يعني في غمره عند الظهر. ف انا واخده لك اتنين، واحد جنب المترو بالظبط وواحد في مصر الجديده. كل بتوع التجمع يروحوا هناك وكل بتوع اكتوبر يجوا هنا. لو انت مش عايزه الاونلاين، البواريك اللي انا بعرضها هي بالظبط، ما فيهاش اختلاف 1%، هي اللي بتجيلك. ممكن نقول عشان برضك نبقى امنا، درجه اللون بيبقى فيها اختلاف طفيف. يعني ايه طفيف؟ يعني لا يذكر 1%. من ايه؟ فرق الاضاءه. الاضاءه وانا بصور لكم كده، سوري معلش لسه خارجه من عيا. فرق الاضاءه يعني مثلا كده اهو، انتوا شايفين دي لونها ايه؟ قفلنا دي بقى لونها عمل كده، بس هو ده الفارق. وانا مش هينفع اصور في الاضاءه دي عشان كمان الفيديو ما بيطلعش. فممكن انت بقى تقولي لي ممكن تصوري لي اللون ده على الطبيعه، انا اعمل لك كده، بصور معاكي مره واثنين وثلاثه و10 و20 ومليون لحد ما الاوردر يطلع واكتب لك رقم الفاتوره كذا. ما كتبت لك رقم الفاتوره كذا ما تكتبيش حاجه تاني بعدها، لان الاوردر بيبقى يعتبر طلع من عندي، فما تخسرنيش مصاريف الشحن. لان انا كمان من جوايا بحاسبن على اللي بيطلب الاوردر وانا بدفع له مصاريف الشحن. ما انا مش واقفه عشان خاطر 50 جنيه في الباروكه ولا 60 جنيه في الباروكه وترجعي انت تقولي لي اديها لك شحن كده على الفاضي. والمندوب اللي رايح جاي ده هو برضك بيحاسبن عليك، لان انت بتمشيه في الحر شمال ويمين رايح جاي رايح جاي، فانت بتاخدي يعني حسبانه لما تقولي يا بس. الفيديو ده مش موجه ليكي انت بس انا بقول لك مجمل الحاجه. يعني مثلا في ناس بتقول لي البواريك بتاعتك ما بتتكويش، وانا كويتها لهم مليون مره، بس انت ما بتعرفيش تكويها. قولي لي يا مروه عايزه اكويها ازاي؟ بدرجه حراره ايه؟ ممكن واحده تقول لي انت قلت لنا مثلا لحد 750 بتتكوي، وانا جيت كويتها على 180 اتحرقت ولا 130 اتحرقت. انا ما بقولش كده خالص، انا بقول بالمكوه اللي عندنا اللي شبه دي بتتكوي ب 750، اللي هي السكاني العاديه اللي هي الرخيصه، مش لازم نجيب الغاليه. دي بتتكوي بيها على درجه 750 عادي، لا بتنشف الشعريه ولا بيجرى لها اي حاجه. لكن ما تجيش تجيبي لي مكوه البروتين ولا مكوه الشعر الطبيعي العادي وتكوي لي بيها شعر فابريك. اشتري الطبيعي. باروكه ب 750 جنيه هتحط لها عليها مكوه ليه غاليه؟ ما هي مش ما بتستبخش، ما بتستحملش درجه حراره عاليه زي شعرك الطبيعي بتاع ربنا، ما بيستحملش درجه الحراره بتاعه البروتين، بيتحرق. امال احنا ليه بنجيب بواريك؟ عشان شعرنا التاني يبوظ من المكوه العاديه. فانت هتجيبي باروكه ب 750 جنيه وتبوظيها؟ لا، يبقى خلاص احسن لك ما تجيبيش. ده مش رد سخيف يا جماعه، بس انا بقول لكم ان الحاجات اللي بتجيلنا طول النهار والكومنتات اللي بتجيلنا، فان انا كل اللي وجه اعتراضي من عندك، انا ما قلتش ان الباروكه مش زي الزفت بالنسبه لك، ممكن تكون بالنسبه لك زي الزفت لو انت شاريها من عندي عادي جدا، بس ان انا معترضه ان انا ما ردتش عليكي. لا، بلغتك ما ردتش عليكي. اتاكدي بس ان هي مارو بالباروكه دي 012 7255 4401 ان انت جايه من عندها، ما تكونش اي واحده تانية. عشان كده يا جماعه بنقول ان فرق البواريك 50 60 جنيه ولا حتى 100 جنيه بتفرق في الباروكه. هي بتقول لك ايه؟ انا هقرب من التوب علشان يبقى قال يعني انا بفاصل في 50 100 جنيه، ودي تبقى حاجه ودي حاجه تانية خالص. فاللي عايز اي باروكه يكلمني على 012 7255 4401. الفيديو ده للدردشه، مش بتعصب على حد ولا حد بيتعصب عليا ولا اي حاجه. اللي عايز اي حاجه، عندنا فرعين، واحد في الظهر وواحد في مصر الجديده. مصر الجديده 16 شارع الحجاز، قدام 12 ابو الفتوح. الظاهر 623 شارع بورسعيد الظاهر. تعالي عند مترو غمره، انزلي اسالي فين صيدليه العزب اللي في شارع بورسعيد، وتعالي قيسي اللي انت عايزاه. احنا بقالنا في المهنه دي اكتر من 6 7 سنين، ف شفنا ناس كتيره وشفنا كومنتات كتيره جدا، بس زي ما في الحلو في الوحش، مش هنقول لا خالص، يعني بنقبل كمان. تمام.